بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. أهلا بكم في المطبخ يوميات أماني وعلاء. النهاردة بقى قلت أنا عايز أجهز سمك روسي كده على ماكريل على مزاجي، فجبت بقى 3 سمكات روسي زي ما انتم شايفين كده، ونضفتهم كويس طب وغسلتهم. وري شوفوا قلب الكاميرا السمك بس عامل ما ازاي، نضيفه مش وسخ. لأن في ناس بتقول لا ده السمك وسخ أو السمك مش نظيف، بتاعنا. واخد بالك؟ فالسمك بسم الله ما شاء الله أكبر. معلش علاء قربها للكاميرا. ادي السمكة اهو أكبر، مفيش دم مفيش حاجة مفيش أي زعل صفار، السمك زي الفل أهو مفيهوش أي حاجة. وادي دي دي في ايه دي يا بطرخ، حاجة علاء عشان الناس دي بطرخ كانت في البطن بتاعته. ايوه. ومعانا هنا بقى ايه طماطم متقطعه طرنشات زي ما انتم شايفين كده، وبصل متقطع طرنشات هو جوليانو، وده فلفل شرايح طويله سايبه زي السليم زي ما هو عشان ايه حامي، فالعيال ما بتحبش الحامي فيشيلوا ايه الشريحه ما تبقاش ايه السمكه حاميه عليهم يعني، او الفلفل يبقى حامي. معانا ليمون اهوت نعصره، ومعانا هنا توم وفلفل احمر وكزبره وكمون وملح وخل، ونديهم عصره ليمونه برضك اهمت. هناخد من التتبيله ديت بقى نحط على البصل دوت والطماطم والفلفل، واخدين بالكم، وهناخد منها برضه ندهن بيها السمك، ندهن بيها السمك من بره ومن جوه. وبعد كده نحشي السمك بقى ايه بالبصل وبالطماطم وبالشرايح الفلفل، وبعد كده ندخله الفرن. الطريقه دي هتعجبكم ان شاء الله تعالى، دي بتبقى طريقه جميله حلوه، وبتبقى طعمها حلو قوي يعني بصراحه. ودي شرايح الليمون، الليمون ده مش هرميه انا بقى يعني ايه، دوت ليمون اللي هو اضانيا. الايطاليا. بعد ما اخلص اروح ماسكه مقطعه طرنشات كده وحطه فين في الفتحات دي كده. انا مشرح السمك بالطول كده شرايح طوليه كده، ظهر والسمكه وبطنها، وبعد كده ايه نحطه فيها. ماشي، نعصر الليمون تاني هنا كده عشان الليمون دوت ايه السمك بيحب الليمون. ماشي، والمكريل بالذات بيحب الليمون. حتى وبعدين في الاسماك غسيله. الماكريل دي على فكره يعني بحبها وبعزها، لانها غنيه بالزيت الاوميجا 3. إيه طبعا ده حاجات إيه دي زيوت صحية. صحيه، صحية. الدهون بتاعته دهون صحيه، مم. ملهاش دعوه بالكوليسترول والحاجات دي. مم. وبقى انا عن نفسي بضمنها عن السمك البلطي والله. ليه بقى؟ يعني البلطي برضك في بعض المزارع بتغذي تغذيات مش مظبوطه، وبتبقى السمك مش قد كده يعني، الا من رحم ربي يعني. ماشي، هنتبل الطماطم والحاجات ديت وهرجع لكم تاني نحشي بقى السمك واوريكم نعمله ازاي. اخدنا التتبيله بقى من ديت، حطينا في كل سمك شويه تتبيله كده ندهنه بيها من جوه عشان ايه ميبقاش في اي بواقي زفاره هو اصلا نضيف يا حاج علاء، احنا غسيله بالملح والليمون كده. والدقيق. انت مش عامله كده؟ وانت نضفته كده؟ يعني لازم السمك هو كده اصلا ايه، ريحته حلوه المكريل، اساسا المكريل ده ريحته حلوه. من كده دوت سمك المحيطات، اساسا ده حلو. مش بتاع مزارع بقى، ده ما ينفعش يبقى ايه مزارع يعني. لا لا لا. بص، كنا زمان بس ايه ما بنحبوش بقى مستورد مش مستورد، النهارده بقى الكيلو فيه بالشيء الفلاني النهارده، سبحان الله، عشان بقى سعر العمله والدولار، فبقى النهارده يعني ده كمان الناس بتتكلم فيه، يقول لك العمله مش العمله لازم نعمل كده، نسقي السمكه كده كويس تتبيله، نزرق لها كده ايه التتبيله كده يحشي حاج كويس. علاء يلا، وبعدين الحاجات دي ما انت في الاخر حاج علاء هتعمله ايه؟ ماشي، يبقى ايه نحشي بقى كده، ناخد ايه شكله جميل طرنشات والله يا حاج علاء. الطماطم، طماطم، نحط السمك كده طرنشات طماطم كده. بعدين ايه رجعنا تاني اهوت بقى، خدنا من التتبيله اللي عملناها توم وكزبره وكمون وملح وخل وليمون، وحطينا منها على الخضره من نفس التتبيله يا حاج نفس علاء. التتبيله، تتبلنا بيها ورشينا بقى السمك. ايه زي ما تشوف كده طرنشات طماطم اهيت في السمك، واخدين بالكم. بعد كده نحط بقى طرنشات البصل ريحه الطماطم والبصل ريحتهم حلوه على فكره. كده، ونملى وناخد بقى ايه الحياشين برضه. ناخد شريحه الفلفل اللي قلنا عليها دي كده نحطها كده، شكله جميل والله يا حاج علاء، تسلم ايدك. شريحه الفلفل دي بقى دي تسلم ايدك والله. عشان مش عايز فلفل كده من ده يطلعوا ساعه السوا. كده السمكه بتاعتنا
حتى النار كده اقفلها كويس كده. مم. حطها كده. تسلم ايدك. ناخد السمكة التانية، الطماطم. طماطم كده كده كده. الفلفل اسمه بصل كده اهو. معاكم والله بقى الطريقة دي بحبها. الطريقه دي جميله اساسا تبقى جميلة. والبوري برضو لما يبقى مفتوح والبوري يعملوا كده. وكمان جميل بقى من العيال فتح بطنه بقى مثلا، ويفتح بطنه للعيال بس. واخد بالك. وادي ترشيحة الفلفل كده. ماشي، هنكمل بقى الحشو وارجع لكم تاني بقى ان شاء الله. ماشي حضراتكم، بعد ما خلصنا حشو السمك اهوت والخضار اللي فاض فرشناه في قعر الصينيه تحت السمك كده اهو. فلفل حاجة عليه. وبصل وطماطم بس الريحه خطيره والله أهو. العظيم، الريحه جميله كده جدا. اهو. ادي الخرط اهي، مم. الطماطم والحاجات دي تحت اهوت والفلفل مم. والسمك رقدناه فوق منها بقى وحطينا على السمك فوق منها، جلسناه فوق منها اهوت. مم. ودلوقتي بقى هنيجي نعمل بقى ايه. في عندنا هنا فضله بقى الايه التتبيله اللي هي فضله بالثوم بالخل والكلام ديت. ناخد كده نرش بقى سمك من فوق كده، نسقيه كده ونظبطه كده التتبيله. هو السمك روحه الكمون والليمون، عارف كده اي سمك كمون وليمون روح السمك. والثوم يا حاج. توم، ايوه كده، ايوه كده. واخد بالك كده 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 اهو. السمكه اللي في النص حاجه عليها، انت مش مروقها ليه يا حاج علاء؟ عليها كلها كده زي التانيين. كده كده. وبعدين ايه، دي السكينة من أول نحط رشة زيت كل سمكة كده، معلقتين زيت كده ولا حاجة أهو. كده هو برضه مش محتاج زيت كتير. كده مية مية كده ماشي. نمسك بقى رشة الليمون ديت نحطها كده بقى بين السمك يا حاج علاء احسن. كده كده. بقى ايه، ندخله الفرن، نحطه تحت الأول في أرضية الفرن، وبعد كده ايه بعد نرفعه رفعه فوق. فوق بقى عشان نسويه. وارجع لحضراتكم تاني بعد ما يسوي اوريكم بقى طلع شكله عامل ازاي وريحته هتبقى عامله ازاي ان شاء الله رب العالمين. وان شاء الله انتوا عارفين ان احنا ما بنقولش على كل حاجه، كل حاجه ثقه يعني الحمد لله رب العالمين. طبعا الشيء اللي احنا بناكل منه بنقدم منه للناس عشان نعلم بناتنا اللي مقبلين على الجواز. طبعا في اجيال جديده طبعا ما تعرفش حاجه عن المطبخ. طبعا انتوا، انا بعمل كده عشان اعلم بناتنا ان في اجيال جديده طبعا كلها ما تعرفش حاجه عن المطبخ وعن حاجه، ومن منهم بناتي طبعا يعني، فلازم نعلمهم عشان تبقوا ستات بيوت شاطرين ان شاء الله رب العالمين. اقول لكم دلوقتي هدخلهم الفرن والسلام عليكم. ادينا ايه شايفين السمك بقى، عاملين الغدا بقى السمك. الحاج علاء بقى هو اللي عامله، بسم الله ما شاء الله عليه. ايه يا حاج علاء؟ ان شاء الله. وسلطه وشويه رز بالكركم. ان شاء الله. ماشي يا حاج علاء.